وخماسي، بخاري وخماسي. البخور الريحة الطيبة اللي بتفوح في الجو وبتديك إحساس بالراحة والهدوء. أول ناس اخترعوه واستخدموه هم المصريين القدماء من آلاف السنين، واللي لسه المصريين وارثينه ومحتفظين بيه وجزء من يومهم لغاية النهاردة. تبدأ الحكاية من الأسرة الخمسة المصرية، يعني من حوالي 4500 سنة من دلوقتي، لما كان المصريين القدماء ساعتها بيدوروا على حاجة توصل دعواتهم وتراتيلهم الدينية للسماء وفي كل أركان المعابد والطرقات. ومن هنا ظهر اختراع البخور، بأن المصريين كانوا بيحطوا النباتات العطرية والريتنجات ويولعوا فيهم علشان دخانهم العطر أبو ريحة حلوة يفوح في المعبد ويفوح في كل مكان ويتصاعد للسماء ويكون مصاحب ليهم الدعوات والتراتيل الدينية. فالمصريين القدماء كانوا بيبخروا قدام تماثيل الآلهة في المعابد، زي ما كان بيحصل في معبد الكرنك ومعبد الأقصر، واللي كان فيهم أماكن مخصصة زي مباخر كده لحرق البخور. وعندنا برديات قديمة جدا زي بردية آني اللي بترصد مشاهد للكهنة وهم بيبخروا الجثث وهي بتتحنط على